هذا وتشكل محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي مادة دسمة للإعلام المصري، حيث يظهر بشقيه الرسمي والخاص شبه متفرغ لتغطية الحدث، وتتسم التغطية الإعلامية المواكبة للمحاكمة بخطاب محوره التحذير الأمني من تحركات أنصار مرسي وبنفي الطابع السياسي لمحاكمته، مع استمرار حملات التهجم عليه شخصيا وعلى الإخوان. وأخيرا مرسي الرئيس المعزول في القفص. محمد مرسي في القفص، لحظة نادرة للإعلام المصري طال انتظارها أو ربما الاشتغال عليها. كل القنوات والصحف منشغلة بمواكبة الحدث في خطاب يجمع التهوين والتهويل في وقت واحد، فهو يوم عادي خصص له 20,000 عسكري. أنصار الرئيس عاجزون عن الحشد، ومع ذلك فنزولهم سيشل البلد، ويحدث أن يذهب الخيال الإعلامي إلى مواطن كهذه. ومجهزين حاجة اسمها 5000 عضو من كتائب الردع الإخوانية. التوجيه ليه سيهاجم قضاة المحكمة بعنف. هكذا إذن تقفز الرسالة الإعلامية فوق التهم، فوق الأدلة، والأهم فوق جوهر الموضوع. كيف دخل محمد مرسي السجن أصلا وبإرادة من؟ ماذا عن تغييبه القسري بما يجعل حالته أقرب للاعتقال السياسي؟ لا كلمة عن كل هذا، بل لا سياسة أصلا في مقاربة محاكمة رئيس جمهورية منتخب يراد تصويره كمتهم جنائي بجريمة قتل. والواقع أن ذلك كله يحيل إلى قصة أخرى، فمحاكمة مرسي المنتظرة ما هي إلا تتويج لمحاكمة إعلامية مفتوحة منذ الساعة الأولى لانتخابه. في خبر مهم، هكذا تبلغت إعلامية مصرية مثلا نبأ تقدمه في الانتخابات. طبعا إن يعني دي هو نفسه، شهاداته العالية، بيئته، أسرته، كلامه، نظراته، لباسه، أولاده. شو يعني لما تقول له لأن الرئيس مرسي والله كبرت وطلع لك صوت؟ دي شتيمة؟ أليست الخرفان من مخلوقات الله؟ طيب وإيه المشكلة هنا؟ الحمير من مخلوقات الله طبعا. الخنزير من مخلوقات الله طبعا. هل تسمح أن يطلق عليك أحد ألقاب المماثلة؟ يا ساتر. كان عرضة لسخرية متواصلة انحدرت إلى حد التهريج والابتذال، ولم تسلم منها دول يحكمها بالمناسبة رؤساء منتخبون. الحقيقة لا كرامة لنبي في وطنه، والنبي بلاش. يعني إذا كانت التجربة الباكستانية هي اللي هتبقى نبراس لنا، يعني البنت اللي تقعد تشتم ترضى لأبوها الشايب ده، ترضى له الإهانة؟ عيب. مش ده كله يقع تحت طائلة القانون. اتهامات من كل شكل وصنف تبدأ من فساد الرئاسة وأخوانة الدولة، ولا تنتهي ببيع الأهرام وقناة السويس. المفارقة أن مرسي لا يحاكم اليوم بشيء مما كان يتهم به. ضاع الكلام في الهواء مثل صكوك البيع الوهمية بعدما وقع في أذان صدقته. لا يعرف ما إذا كان محمد مرسي سيظهر في جلسات المحاكمة وبأي صورة، لكن المؤكد أن التعامل الإعلامي تجاه محاكمته لن يختلف عما سبق. لقد حاكمه الإعلام المصري مبكرا، أدانه وجرمه في محكمة لم يبق من مشهدها الساخر غير القفص. حض وزير الخارجية الأمريكي جون كيري السلطات المصرية المؤقتة على عدم تمديد حالة الطوارئ، وخلال زيارة سريعة هي الأولى له للقاهرة منذ 30 من يونيو